السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم غريبه ديال السميده والكوك، محبوبه الجماهير ومحبوبه ديال الناس اللي كنقدموها مع كويس ديال اتاي. بخصوص دابا اقتراب عيد الاضحى، ان شاء الله ضروري نديروها باش ندوزو بها اتاي ديالنا. اللي غنحتاج فيها كيلو الا ربع ديال السميده، ولكن كتبقى على حساب الخليط، يعني خص الخليط ما يكونش قاصح. عندي ربعه ديال الكوك، وعندي ربعه ديال البيضات بحراره المطبخ، عندي سكر كلاصي، وعندي كأس ديال السنيدة ديال العنبة، وكأس ديال الزيت المائدة، ومبشور ديال الحمضة، وعندي جوج خمارات ديال الحلوى وفانيا، وقبيصة ديال الملح. على بركة الله في الإناء اللي غادي نخلط ندير البيض، 4 البيضات. وما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصل لكم دائما الجديد. وهذا غريبه هذه كتجي زوينه زوينه ورطبه رطبه فنه، كتجي كتحمق. واهم باش تنجح معكم ان الفران خصو يكون شاعل من الفوق ومن التحت، ومنين ندخلوا الطبسيل للفران يكون قريب للجهه الفوقانيه. بعد ما درنا البيض درنا قبيصات ديال الملح، نضيفوا سنيده، ونزيدو كاس ديال الزيت ديال العنبه مع التحريك، وغنضيفو فاني، مبشور الحامض كيعطيها واحد المذاق غزيول، وجوج خمارات ديال الحلوى، وعندي ربعه ديال الكوك. هانتوما الخليط كيف كيكون. وغنضيف دابا واحد المعلقه ديال الماء الزهر ونخلطو. ودابا نبداو نضيفو السميده شويه بشويه حتى لا شاطت السميده، ماشي مشكل، لان الخليط ما خصوش يكون قاصح باش ما تجيش مدقسه معانا وقاصحه، بل حنا خصنا بغينا تجي خفيفه وتجي رطبه وتجي هشيشه، واللي ياكلها يقول يا سلام. الصراحه طلعت معايا انا غزاله بزاف بزاف، الحمد لله. جاتني مازال خفيفه كثيره، زدت واحد شويه السميده، ودابا نخلط بيديا باش نعرف حتى الخليط كيفاش داير. خلطوا غير بالاصابع كيف كتلاحظوا. ها هي شتي كي دايره، يعني العجينه رطبه وكتجمع معنا. هانتوما انا كنديرها بهذا الشكل، يعني بالنسبه للتكوار كوروها كما بغيتو، ونديروها في سكر كلاصي، نمرمدوها مزيان بهذا الشكل هذا، ونحطوها في الطبسيل اللي يدخل الفران، ونكملوا. نديرو معكم وحيده. قلت لكم الفران ضروري يكون شاعل من الفوق ومن التحت باش تنجح معكم مغريبه. ثانيه. وبعد كنضغطوا عليها واحد شويه بالصباع ديالنا بحال الشكل، هي واحد شويه قبل ما ندخلوها الفران. هانتو كي قلت لكم الفران مشعول من التحت ومن الفوق، درجه الحراره 180 درجه، ونقربوها للجهه الفوقانيه وصافي نسدو عليها ونخليوها طيب. وعاد تشوفوا كيف كتجي تبارك الله، كيف تشقات وبجات كتحمق. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وتخليو لي شي كومونتير يكون زوين بحالكم. هانتوما كيف كتلاحظوا حليت الفران واضطريت انني نصورها لداخل من الفران باش تشوفوا غريبه كيف كتجي. احنا بعد ما خرجناها من الفران
نخليوها تبرد، من بعد عاد نديروها في الطويصه ديالنا، نسدو عليها مزيان باش ما كتقصحش وكتبقى رطبه وهشيشه. غريبه ناجحه 100%.